تجربة بن جديدة. محل بن في بور فؤاد بقالي سنة هتجنن واروح اجيب البن. اخيرا نزلت بور فؤاد وجبت البن من عند مين؟ بن الألفي. حقيقة انا سمعت ريكومنديشنز جامدة جدا 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 على بن الألفي اللي في بور فؤاد. هما ليهم 3 برانشز، 3 فروع في بور فؤاد. للأسف مش في بورسعيد، فعشان كده طبعا ان انا اعدي بور فؤاد دي كانت خطوه كبيره جدا جدا. يا جماعه انتوا ما تعرفوش احنا كبورسعيديه عشان نروح بور فؤاد بناخد قد ايه عشان نعمل. يلا بقى بينا اوريكم ايه هي الانواع اللي انا جبتها من عند بن الألفي. هو كل الباكينج واحده، اوكي؟ فهنعرف النوع من ورا. اول نوع بصوا هتلاقي علامه اسبريسو، ده اول نوع. الاسبريسو عنده اسبريسو بالشوكليت، اسبريسو عادي، ده اسبريسو عادي. وكمان الاسبريسو ممكن وانت تطحنها او ممكن تاخده مطحون. انا طبعا اخدها مطحون، اوكي؟ ده اول نوع بن اسبريسو. نشوف ايه النوع التاني اللي انا جبته من عنده. جبت تشكيل بن كده. تاني نوع زي ما انتم شايفين كده، ده بن اسمه بن الألفي محوج مخصوص، محوج فاتح، محوج فاتح، اوكي؟ ده تاني نوع. تالت بقى نوع قررت اجربه برضو، اعلنا انتوا عارفين ان انا مدمنه كوفي اصلا، فتالت نوع قررت اجربه. ده قهوه بندق قطع، بندق. هم عندهم بندق فليفر وبندق قطع، دي بندق قطع. فده احلى حاجه بقى ولاحظتها عندهم، ان هم بيطحنوا الحاجات اللي انت عايزها قدامك، مش حاجات جاهزه او معبأه مسبقه. حاجه قدامك بيعملوا لك الطلب بتاعك قدامك، مفيش حاجه معبأه. انواع اللي هنجربهم من بن الألفي الاسبريسو والبندق. واخر حاجه القهوه بتاعتي خالص، انا بحب القهوه تكون محوج وفاتح. ففي الفيديو ده بقى دي كانت الانبوكسنج بتاعنا لمشترياتنا من بن الألفي في بور فؤاد. واكتبوا لنا في الكومنتس تحبوا نبدا بانهي نوع. هستنى بقى اختياراتكم، اسبريسو ولا البن اللي بالبندق ولا البن العادي. اكتبوا لي في الكومنتس وان شاء الله بناء على ترشيحاتكم واكتر اوبشن او اكتر اختيار هتختاروه هو ده اللي هنبدا بيه. هستنى اختياراتكم في الكومنتس واشوفكم في اول فيديو واول تجربه لبن الألفي. ويا ترى هيطلع اسم على المسمى ويستاهل كل ولا هيطلع على الفاضي؟ فانتظرونا في الفيديو القادم وتجربه بن الألفي مع روني المصري.